انسان غير طبيعي، ناس جايه من السراديب المظلمه واصبحت في ضوء الشمس فلا يقع على المعامله. طبعا اللي قاله الاستاذ احمد ان هناك شخص مسؤول بدرجه وزير يتكلم بإيحاءات غير مقبوله مع صحفيه اجنبيه ومذيعه عربيه، وبالامس يخطئ في حق صحفيه مصريه شابه اسمها ندى. الحقيقه ان انا كنت بتمنى وانا بطلب من الدكتوره ميرفت من فضلك هذه الممارسات يجب ان يرفع قضيه عشان هؤلاء الاشخاص يقفوا عند حدهم، لانه هو لو كان يقبل ان امه او اخته يتقال لها الكلمه دي يبقى هو انسان يستحق ان يعامل بنفس هذه المعامله. انا اتمنى ان انتم تعملوا الجميع، لان كل راجل عظيم في مصر امه اللي ربته وامه اللي علمته وامه اللي مشيته ودخلته المدرسه واخته وبنته هم نتاج ثمره حياه. مصر عمرها ما هتصل طول ما فيها السيدات الفضليات. مصر من اول ستنا هاجر ام العرب والمسلمين والمسيحيين، ستنا هاجر ام العرب والمسلمين، حتشبسوت اللي عملت ملك مصر من بلاد الحبشه حتى بلاد الاناضول. هي دي مصر وهي دي سيدات مصر اللي بيقولوها هؤلاء الظالمين. انا بتمنى ان الدكتوره السيده الفاضله الدكتوره ميرفت تلاوي تاخذ بحقوق، واحنا في حزب الاصلاح الديمقراطي بنقف وبنلجم كل هذه الممارسات الظلاميه، ونتمنى ان مصر ربنا يعني يعافيها من هذا السرطان الخبيث. في سرطان خبيث اصاب جسد مصر، ان شاء الله ربنا يعافي من الناس وعلى الله. شكرا.